السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتي عالم حسناء ورجاء. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم الحرشة مرفوسة بهاد العشبة هادي اللي كاين اللي ما كيعرفهاش. هاد العشبة سميتها الكحيلة، كتباع هكا قبيطات وزوينة. كنديروها في الحرشة، يعني راه من زمان هادي كنديروها في الحرشة، كتجي زوينه وصحيه، كتعطي واحد المذاق لديك الحرشه، كتجي غزاله. هاد الكحيله هادي راني نقيتها، حيدت لها غير دوك الوريقات وحيدت العواد كامله، حيدت من هذاك العويدات وخليت غير الوريقات، وغنغسلها مزيان بالماء. غادي نغسلها مزيان، كيكون فيها داك التراب وهذا، يعني كنغسلوها مزيان حتى ما كيبقى فيها لا تراب لا حتى شي حاجه. وغنوضعها في هاد الشبيكه هادي حتى تنشف من الماء مزيان، ما يبقاش فيها الماء. عاد غادي ندوز باش غادي نديرها في الهاشوار، وغادي نقطعها. كتقطع رقيقه، واللي ما عندوش الهاشوار يقدر يدقها في المهراز. فهنا بعد ما نشفت داك الكحيله، هاد الكحيله البنات راه قليل اللي كيعرفها، راه كاين الناس بزاف اللي ما كيعرفوش هاد العشبه هادي. راه زوينه، واكثريه كتنوض في الجبال، كتنبت في الجبال البلايص اللي فيهم الحجر، كتنبت فيهم هاد الكحيله هادي. راه كتكون كتباع، كيجيبوها بالقبيطات هكا، الناس كيكونوا كيبيعوها. فانا شريتها ونقيتها وقلت علاش لا غادي نشاركها مع المتتبعين ديالي. كاين الناس بزاف اللي ما كيعرفوش هاد النبته هادي، غادي نشاركها معاهم. هي راها صحيه وزوينه بزاف، فيها واحد الريحه غزاله يا البنات، والله العظيم. واحد الريحه، انا فاش دوزتها في الهاشوار لقيت واحد الريحه فنه، والمذاق ديالها حتى هو رائع. كما شفتوا قطعتها رقيقه في الهاشوار. وهنا عندي السميده البيضاء، عندي 500 غرام ديال السميده. ضفت لها الملح وواحد الخميره ديال الحلويات، يعني باش كتجينا داك الحرشه ما كتجيش قاصحه، كتجينا رطبه. واخا اننا غنرفسوها خصنا تجي رطبه، ما تجيش قاصحه بزاف. والاخت اللي كانت طلباتني على الحرشه قالت لي تشاركي معنا الطريقه ديال الحرشه، كنقول لك سمحي لي يا اختي، دابا نشاركها معك ان شاء الله في واحد الفيديو. غادي نشارك معكم الحرشه، الطريقه ديال باش كنصوب انا الحرشه، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في واحد الفيديو. الاخوات المبتدئات اللي ما كتنجحش معاهم الحرشه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. كنقول لك سمحي لي انا تعطلت عليك اختي، دابا نشاركها معكم ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. صافي هنا ضفت داك الكحيله على هاد السميده، وكنبقى كنبسبسها بحال هكا حتى كتلبس ديك السميده كامله بديك الكحيله. دابا غادي ندير لها الزيت البلديه. ضروري هاد الحرشه هادي بهاد الكحيله ضروري خصنا الزيت البلديه، هي اللي كتواتى معاها وكتعطينا واحد المذاق غزال وصحيه. هنا نضيف واحد شويه د العسل باش تحمر ليا داك الحريشه تجي محمره. كما قلت لكم البنات راه صحيه هاد الحرشه هادي، الا درتيها في الصباح الفطور وفطرتي بها، راه ما تغدي حتى 6 د العشيه. الا فطرتي بها في 8 الصباح ما تغدي حتى 6 د العشيه، لانها كتشد، يعني كتشد الشبعه، كتشبع وكتوقف على سميتو، يعني كتشبع. هنايا غادي نبقى نبسبسها غير هكا بيدي، ما ندلكوها ما حتى شي حاجه، كنبسبسها غير هكا بيدي، غير برؤوس الاصابع. ضفت لها شويه ديال الماء كما شفتوا، كتكون العجينه ديالها مرخوفه ماشي قاصحه. وغادي نخليها تشرب واحد شويه، من بعد غادي ندوز باش نقرصها في المقله الثقيله ديال الخاصه بالحرشه والملوي. صافي هنا غادي نخليها حتى تشرب، وعاد غادي نقرصها. هنا بعد ما تشربات ليا ديك السميده وديك الكحيله، شربت داك الماء، ما بقاتش مرخوفه بزاف. دابا غادي نضيف لها واحد شويه ديال السميده من هنا من الوجه ديالها، وغادي نحطها هنايا في المقله وغادي نقرصها. بغيتو طيبوها في الفران طيبوها، بغيتو طيبوها غير فوق البوطه عاديه طيبوها. انا طيبتها غير فوق البوطه عاديه، وبعد شي مرات كنديرها في الفران، يعني نفس النتيجه بحال بحال. صافي هنا غادي نقرصها، وغادي نبقى نهز السميده ونحطها على الوجه ديالها. انا راني كنقرص الحرشه في المقله ديالي بارده، كاين اللي كيسخن المقله وعاد كيقرص فيها، انا كنقرص الحرشه في المقله بارده، لان المقله ما كتلصق حتى شي حاجه. كما كتشوفوا المقله راه عندي قديمه، راه شاربه الزيت. صافي غنبقى نهز السميده هكا وغادي نقرص لها الوجه ديالها،
وغادي ندير فيها واحد الثقب لانها كتنفخ العجينه ديالها مرخوفه فكتنفخ. كندير لها واحد الثقب في الوجه ديالها وكنحطها فوق البوطه طيب. نتمنى انكم تجربوا هاد الحرشه بهاد الكحيله هذه، راها كتجي غزاله، كتجي رائعه. وكاينه البنات اللي كيخلط معها حتى الزعتر، كيدق الزعتر وكيديروا معاه. انا هي كتجي غزاله بالزعتر، ولكن انا ولادي ما كيبغيوش، يعني الا درت فيها الزعتر ما غاديش ياكلوها، ما كيبغيوش فيها المذاق ديال الزعتر، كتواتى مع المذاق ديال الزعتر. هاد الحرشه كتجي غزاله. وكاين اللي كيدير واحد العشبه واحده اخرى سميتها مرسيطه، حتى هي كيدار في الحرشه. كاين اللي كيدير الحلبه طريه اوراق، حتى هي كتجي زوينه. لكن انا كنفضل هاد الكحيله هذه لان فيها واحد المذاق واحد الرائحه غزاله غزاله. صافي هنا حطيتها طيب فوق النار كما قلت لكم. درت فيها دوك الثقوب لانها تنفخات، فدرت فيها دوك الثقوب وغادي نخليها طيب. من بعد غادي نقلبها. انا راه طابت من الاسفل، قلبتها عاود طيب على الوجه ديالها. صافي وملي غادي تطيب غادي ندوزو باش نقطعوها طريفات صغار وغادي نرفسوها بالزيت. هنا الحرشه هي طابت. دابا غادي نقطعها، يعني قطع صغيره، راه مازال سخونه. راه مازال سخونه كما قلت لكم. غادي نقطعها قطع صغيره وغادي نرفسها، نخوي عليها الزيت البلديه من الفوق. ضروري الزيت البلديه البنات في هاد الوصفه هذه، ضروري الزيت البلديه هي اللي كتواتلنا مع هاد الرفيسه هذه وهاد الكحيله. باغا نستمر بحال هكا حتى غنقطعها كامل. هاد الاناء هذا راه جاني صغير، من بعد حيدته وجبت واحد القصعه لانني خصني حيت الاناء يكون واسع باش تلبس ديك الحرشه كامله بالزيت. ما كفانيش داك الاناء ودرت القصعه. ودابا غادي ندير الزيت وغادي نخدمها بيدي حتى تلبس كامل ديك الحرشه، تلبس بالزيت البلديه. وصفه صحيه 100% كما قلت لكم. يعني الا فطرتوا بها في الصباح راه ما تفكروش في الغداء لانها كتشبع مزيان مع الزيت البلديه. تبارك الله ما شاء الله، راه غزاله غزاله وواحد الريحه طالعه منها فنه. نتمنى اللي ما كيعرفش هاد النبته هذه انه راها كتكون موجوده كتباع في الاسواق. دابا هذا وقتها، في هاد الوقيته هذه راه موجوده كتكون كتباع. كيبيعوا داك الناس اللي كيكونوا كيبيعوا بقوله، كيبيعوا كيجيبوا هاد الكحيله هذه وحتى هي كيكونوا حاطينها هكا قبيطات كيبيعوها. راه كتجي غزاله. حنا راه هاد الحرشه بهاد الكحيله هذه راه قديم كنا كنديرها ملي كانت كديرها الوالده شحال هذه، فكتجي غزاله تبارك الله. صافي كنخدمها هكا بيدي وكنقطع. لا باقي شي طريف هكا كبير كنقطعه صافي. وغادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكملها كامله وغتلبس داك الزيت البلديه. وغادي تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. كنقدموها مع زيت البلديه. اللي بغى يزيد يضيف الزيت، انا ما درتلاش الزيت بزاف باش ما تقهمش، فحطيت الزيت. اللي بغى يهز الزيت ويخوي فوق ديك الرفيسه وياكل فحطيته. وبالرد ديال اتاي ما كاين ما احسن منه. وتبارك الله ما شاء الله فطور غزال وصحي. وانا قدمتها بهذا الشكل هذا كما قلت لكم مع الزيت البلديه. فطور صحي وغزال غزال غزال، ما كاين ما احسن منها. انا شخصيا كنحماق عليها صراحه الله، وحتى وليداتي كتعجبهم. نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بلي لايك لشتو هذا الفيديو انه يستاهل. فخليوا اللايك وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. وشكرا لكم، شكرا على تشجيعاتكم وعلى تعاليقكم الزوينه. والى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.